هنا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد الآن الكابتن جوهر نبيل. أهلا يا كابتن جوهر. مساء الخير يا أستاذ حضرتك. أهلا بك. بشكرك على الكلمات الجميلة الحقيقة. احنا اللي بنسعد بيك دائما. لا بالعكس، يمكن حضرتك ذكرت 2001 وحضرتك كنت متواجد معانا في بطولة عالم في فرنسا، كانت من أحسن البطولات اللي احنا لعبناها وكنت موجود فيها كلاعب. يمكن حضرتك كمان غطيتها الناحية الصحفية بصورة جميلة جدا وفردت ليها الحقيقة تغطية جيدة جدا، وما كناش متعودين على كرة اليد الفرد الأخبار على صفحتين في الأخبار. الفضل في اتساع المساحة للمسؤولين في صحيفة الأخبار، مش ليا الحقيقة، هم اللي يعود لهم الفضل في هذا الأمر في ذلك الوقت. إنما من وجهة نظري الشخصية وعبر التاريخ الطويل في الإعلام أكثر من 30 سنة، دي أفضل بطولة في حياتي على الإطلاق في عملي الصحفي، رغم إنها كانت كرة يد مش كرة قدم. اتفق معايا الحقيقه، كان بطوله جميله جدا، ويمكن الاجمل كمان هو تحقيق اللعب على السيمي فاينال مع فرنسا، وبغض النظر خدنا المركز الرابع، انما دي كانت اول مره فرقه جماعيه تلعب قبل نهائي بطوله عالميه، ده في حد ذاته كان انجاز كبير جدا لينا كمصر. عقبال ما نوصل كاس العالم للكوره بقى. والله نتمنى يعني احنا اولادنا المهم نشوف كاس العالم للكوره ده بيتلعب ازاي. والحقيقه عندي واحد صاحبي كان بيقول لي انا عندي مشكله شويه، احنا شفنا كاس عالم 3 اجيال شافوا كاس عالم بس الجد والاب وصاحب الابن، ف3 اجيال شافوا كاس عالم واحد بس لمصر. نتمنى ان شاء الله 90 اللي هو سنه 90 طبعا، نتمنى نشوف كاس عالم باذن الله الفتره الجايه. احنا يعني في كره القدم بالمقارنه بالمنتخبات الاخرى في كاس العالم زينا زي المستوى القليل جدا، بنروح فين وفين رغم سيادتنا الرهيبه لافريقيا. والله هو الحقيقه الواحد كان يعني فخور جدا بمصريته في البطوله الافريقيه اللي فاتت، وكان نفسنا نبقى فخورين اكتر بغض النظر عن الظروف اللي حصلت في التاهل لبطوله العالم او عدم التاهل لبطوله العالم، ان كان نفسنا نشوف منتخب مصر موجود في بطوله عالميه، وفعلا احنا نستحق والجيل يستحق ان يكون متواجد في بطوله عالميه زي دي. اللعبه اللي بنتمنى النهارده يا كابتن جوهر تصلح ما افسدته كره القدم. هو بالفعل، وخصوصا وجود منتخبات عربيه وافريقيه وبصفه خاصه المنتخب التونسي والجزائري والمغربي اللي هم شمال افريقيا، ودايما المنتخبات دي بيكون في منافسه شديده معانا كمنتخب مصري، يمكن بالترتيب كده هو المنتخب التونسي ثم المنتخب الجزائري فالمنتخب المغربي. يمكن المنتخب الجزائري مباراه الحقيقه رياضيه لحد ما، انما كان بيبقى فيها بعد سياسي بعد الاحداث اللي حصلت، انما اعتقد المسؤولين في الدوله النهارده الاستاذ علي فهمي البعثه الجزائريه كانت موجوده النهارده في المطار، على بالمناسبه جايه من الجزائر لمصر على خطوط مصر للطيران. ما شاء الله. في انتظارها كان النهارده في انتظارها كابتن مدحت البلتاجي رئيس المدير التنفيذي المجلس القومي، والاستاذ علي فهمي رئيس الاتحاد، فكل دي رسائل مصريه للبعثه الجزائريه ان البلد زي ما حضرتك في بدايه البرنامج بتقول على الرحب والسعه البعثه الجزائريه في البلد المصريه، وده احنا مش عاوزين كره القدم دي حاجه لا حصل حاجه، وحاليا في بطوله ثانيه اسمها بطوله افريقيا لكره اليد، نتمنى ان شاء الله تكون بطوله رياضيه وملهاش علاقه باي احداث حصلت، ودي صفحه جديده بالفعل نبداها مع العرب وبصفه خاصه مع المنتخب الجزائري. كويس قوي. كرة اليد هي اللي مشرفانا عالميا الحقيقه، يعني احنا رغم شعبيه كرة القدم الضخمه انما عالميا لا وجود لكرة القدم، الوجود الدائم لمصر لكرة اليد فقط. هو بالفعل يا دكتور يمكن حضرتك عصرتنا في 2001، يمكن هتكلم عن 2001 لان كان احسن انجاز لينا كجيل او كاتحاد حتى مصري برئاسه ساعتها الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي الحالي، المركز الرابع ده كان شيء كبير جدا. ايضا على صعيد الاولمبياد احنا بنشارك في الاولمبياد من سنه 92 في برشلونه لغايه 2004، فده الحقيقه ما فيش لعبه وبنحقق نتائج بالمناسبه. 2092 كنا المركز ال11، 96 كنا المركز السادس، 97 في سيدني كنا المركز السابع، فبالتالي على من تقريبا من سنه 90 لغايه سنه 2001 كنا ما بين الاول والعاشر. المنتخب مصر ده في حد ذاته انجاز كبير، مش بس المنتخب الاول، ايضا منتخب الشباب ومنتخب الناشئين دايما بيتواجدوا من الفريق انت بطل العالم كرة يد شباب. بالفعل سنه 93 كنا بطل العالم، جيل حسين زكي كان في بطوله العالم في قطر للشباب سنه 99 طلع الثالث على العالم، دكتور كريم مراد ايضا وكابتن عاصم السعداني منتخباتهم للشباب والناشئين حصلوا على المركز الثالث والسابع. انا قصدي اقول منظومه كره اليد على في الصعيد العالمي مش بس الفريق الاول، ايضا فرق او منتخبات الشباب والناشئين. انما هذا الامر مع تقديرنا العظيم لكره اليد، لكن على الصعيد الافريقي كره القدم احسن كتير من كره اليد. ده بالفعل كره القدم كسبت 7 مرات، واقرب دوله لينا غانا والكاميرون 4، انما في كره اليد احنا الثالث، تونس 7،
الجزائر 6 احنا 5 بس. ممكن استوضح بس يعني اوضح نقطه موضوع عدد مرات الفوز المنتخب المصري كره يد بافريقيا. من سنه 92 كان في بطوله افريقيا في ياماسوكرو احنا كسبناها، كان المدير الفني كابتن عاصم السعديه مع الكابتن مصعب عباس رحمه الله. من 92 لعب المنتخب المصري بالشباب مطعم بعناصر من الفريق الاول، وكان الكونسيبت او المبدا بتاع الدكتور حسن مصطفى ان احنا بنركز على العالميه وما نركزش على الافريقيه او العربيه. عكس الكوره خالص. عكس الكوره تماما. فبالفعل الحقيقه المبدا ده خلانا في سنه 95 ناخد سادس العالم بطوله العالم في ايسلندا 95، وده كان انجاز كبير جدا. رجعنا 98 ابتدينا نشارك بالفريق الاول. سنه 98 كانت بطوله افريقيا كانت في جنوب افريقيا، اخذنا فيها المركز الثالث، خسرنا في السيمي فاينال من تونس، وتونس لعبت الجزائر احنا طلعنا الثالث. بعد 28 ابتدينا الاتحاد يركز على الفريق الاول في بطوله افريقيا، وبالفعل سنه 2000 في وجود دوران زيركوفيتش ومحمد الالفي المدرب حصلنا على المركز الاول في مكسب منتخب الجزائر في استاد الحرشه. الحرشه ده بالمناسبه دكتور حرشه يمكن تفكرك الحرشه بالظبط 7000 متفرج صوتهم يصم الاذان بالفعل. غلط حرشه. ويمكن المنتخب الجزائري مفيش منتخب جزائري خسر في استاد الحرشه مباراه واحده، يمكن اول مباراه احنا نكسبها سنه 2000 في وجود دوران وكابتن محمد الالفي في كره اليد. طب بالفعل انما انا احب اقول ان انا كنت برضه لحسن حظ، شوف قد ايه انا محظوظ. انا كنت شاهد عيان لفوز الاتحاد السكندري ببطوله افريقيا بطوله العرب لكره السله في صاله حرشه على مولوديه الجزائر 1987. طب والاتحاد السكندري طلع سليم من طلع سليم 100% وطلعنا كلنا سلام الحمد لله. واحنا الحمد لله طلعنا سلام ساعتها وبمكسب بطوله افريقيا. كان مكسب من بعد احداث الجزائر، وكان بعض الناس متعصبين الى حد كبير جدا بيقولوا احنا لازم نعمل ولازم نسوي، وبعض الرسائل في احدى البرامج في احدى القنوات بيقول ان احنا لازم احنا كجماهير اللعيبه مع بعضها داخل الملعب ان احنا جماهير كان لازم ناخد حقنا في بطوله افريقيا كره اليد، بس الجزائريه تبقى موجوده هنا. انا بس بوجه رساله، احنا اي منتخب فيه مشكله، احنا المكسب في حد ذاته هو شيء كبير جدا. هو الرد. وشفنا في بطوله افريقيا مكسب المنتخب المصري 4-0 على المنتخب الجزائري. ايه اللي حصل؟ جميع الشعوب العربيه كانت واقفه مع المنتخب المصري، الشعب الجزائري مع احترامنا ليه كان الى حد كبير ابتدى يحس فعلا قيمه اللاعب المصري والبني ادم المصري. النهارده اي رساله احنا عاوزين نوجهها لاي شعب باحترام بصوره رياضيه اخلاقيه من خلال اللوائح اللي بتحكمنا داخل الملعب، الا هي المكسب او الخساره. والله انا حابب ان يبقى الرسائل في الملعب وبره الملعب، حابب ان الود يبقى في الملعب وبره الملعب، حابب ان العلاقه الطيبه بين الناس كلها تبقى موجوده في الملعب وبره الملعب. نتكلم كتير ننتقدك وتنتقدني انما في اطار من الادب، انما الملعب والتصرفات لازم تكون مميزه. يبقى انك ما جاوبتناش ليه احنا ما كسبناش غير 5 مرات وتونس 7 والجزائر 6؟ الحقيقه ال10 سنين اللي فاتوا من 2000 تقريبا من سنه 2000 لغايه 2010 احنا بنتبادل المراكز على المركز الاول مع منتخب تونس. خلينا نبدا من الثمانينات، من سنه 80 لسنه 90 المنتخب الجزائري كان محتكر الحقيقه بطوله افريقيا. من 90 بالظبط المنتخب المصري ابتدى يكسب بطوله افريقيا كانت في مصر 90 ثم 92 ياماسوكرو ثم تركيز الاتحاد المصري على البطولات العالميه. الفتره دي المنتخب التونسي ابتدى ياخد السبق في القمه الافريقيه. من سنه 2000 بنتبادل المراكز، ده بسبب الحقيقه تغيير العناصر اللي موجوده في المنتخب المصري، وكان حصل دروب في المنتخب المصري بسبب خروج بعض لاعبي الخبره ودخول جيل الوسط زي حسين زكي وحسن يوسفي وريشه والاحمر. الحقيقه الفتره اللي جايه اعتقد هيبقى في استقرار كبير جدا على التشكيل المصري ثم المكسب على العرش الافريقي ان شاء الله. هو الحقيقه